فن الخداع. عندما ينتصر العقل على السلاح. في شارع مزدحم وسط آلاف الوجوه قد يكون هناك شخص واحد فقط تم اختياره بعناية، ليس لأنه جاسوس بل لأنه الهدف القادم. هذا ليس فيلماً، هذه الطريقة الحقيقية التي يجند بها الموساد عملاءه. أولاً، الاختيار أو الفرز. الموساد لا يبحث عن خارقين بل يبحث عن أشخاص عاديين يستطيع أن يذوبوا داخل المجتمع، طالب، رجل أعمال، موظف حكومي، أشخاص لديهم مشاكل مالية، طموح كبير أو نقطة ضعف، ويستطيع الوصول لمعلومات مهمة. الموساد يسمي هذا الهدف المحتمل، وقد يراقبونه لسنوات قبل الاقتراب منه. ثانياً، المراقبة بسرية. قبل أن يتحدثوا معه يعرفون كل شيء عنه: أين يعمل، من أصدقاؤه، ماذا يحب، من ماذا يخاف، حتى نقاط ضعفه السرية، علاقات، ديون أو أسرار. كل شيء يصبح سلاحاً. ثم الاقتراب بحذر. لا يقولون له نحن الموساد أبداً، بل يبدأ الأمر بصداقة، عرض عمل أو لقاء صدفة. مثلاً، رجل أعمال يعرض عليه وظيفة أفضل، أو امرأة جميلة تقترب منه. كل شيء مخطط. هذه المرحلة تسمى الاقتراب الناعم. رابعاً، الإغراء أو الضغط. بعد بناء الثقة يبدأ الاختبار الحقيقي. الموساد يستخدم 4 طرق رئيسية. 1. المال، مبالغ ضخمة مقابل معلومات بسيطة. 2. الأيديولوجيا، إقناعه أنه يساعد قضية مهمة. 3. الابتزاز، إذا كان لديه سر يستخدمونه ضده. 4. الطموح، يعدونه بالقوة والنفوذ وحياة أفضل. بعد ذلك يتحول إلى جاسوس. إذا وافق لا يعود شخصاً عادياً، يتم تدريبه على التشفير، المراقبة، نقل المعلومات، الكذب بدون كشفه. يصبح له اسم جديد، حياة مزدوجة، ودائماً لا يستطيع التراجع. واحدة من أخطر عمليات التجنيد التي نجح فيها الموساد كانت مع امرأة مصرية عادية اسمها انشراح موسى. لم تكن ضابطة ولا سياسية، كانت مجرد ربة منزل. بعد نكسة 1967 وافقت انشراح موسى على العمل مع الموساد مقابل المال وحياة أفضل. عادت إلى مصر كربة منزل عادية، بينما كانت تنقل معلومات سرية في أخطر حياة مزدوجة. لكن النهاية جاءت سريعاً عندما كشفت المخابرات المصرية حقيقتها وتم القبض عليها. الحقيقة المرعبة: أخطر عملاء الموساد ليسوا جواسيس محترفين، بل أشخاص عاديون مثلك تماماً. وأخيراً، في عالم التجسس الثقة هي أخطر شيء على الإطلاق. لو عجبك الفيديو اكتب في التعليقات ملفات الموساد واشترك في القناة، لأن الفيديو القادم سيكشف أخطر عمليات اغتيال نفذها الموساد. فن الخداع. عندما ينتصر العقل على السلاح.